دي حاجه ترجع لك انت. لكن صاحب المزارع النهارده بتتكلف عماله وبتتكلف علف، والحاجه بتصرف، ما تحسبهاش من ناحيه واحده. احسب المصاريف بتاعت الحاجه، كيلو السمك بيتكلف قد ايه، الحاجه بتتكلف قد ايه. كذلك الصياد بتاع بورسعيد بتاع اسكندريه، ده راجل بيطلع بالمركب بتاعته بيصرف، معاه عماله ومعاه اكل ومعاه شرب، وبيقعد اسبوع في البحر. ممكن خدت بالك المصاريف اللي بيصرفها ما تجازيش معاه الصوره بتاعته، السرحه بتاعته. يعني ممكن يطلع السرحه مثلا مصاريفه 5000 جنيه، يبيع ب 3000 جنيه بس، بيصطادوا السرحه بتاعته تعمل 3000 جنيه بس، يبقى هو خسر في السرحه بتاعته. ومش هيبيع باقل من المفروض السعر اللي موجود دلوقتي. لا مش يعني هيبيع. مش هيبيع اقل من السعر، مفيش اسعار نزلت. مفيش اسعار، كلها منشورات في الهواء بس، والله بوستات ومنشورات في الهواء، مفيش حاجه اسعار نزلت. يعني الاسعار زي ما هي. يعني الكلام ده مش صحيح يعني. مش صحيح يا استاذ، مش صحيح. كيلو البولت النهارده ب 80 و85، اللي عامل لي منشور البولت ب 30 و20 والبوري ب 60. يا باشا اكتب جنب المنشور بتاعك عنواني في المكان الفلاني وانا اجي اشتري منك. طب تقول لهم ايه يعني الناس اللي هم بيطلعوا الاشاعات والحاجات دي، تقول لهم ايه مثلا؟ دي ناس بتعمل زوبعه في البلد، الناس دي مش عايزه استقرار البلد، وعايزه المواطنين عامه تشد، ويبقى في شد وجذب مع المواطنين، مع المواطن. خدت لي بالك بتوقع ناس بعضيها، المواطن والبياع. هو احنا قلنا فين دور الرقابه؟ اتكلمنا اكتر من مره، قلنا الرقابه 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 الرقابه. يبقى حاجه موازيه قصاد برضه المستهلك والبياع. ده بياض 120. ده ايه؟ 120 بياض. البوري ابو 60 و70 بيقولوا عليه، البوري عامل 150. 150 البوري؟ لا لسه البوري ده. تمام. ده حاجه عامله 200. تمام. فيليه قشر بياض 280. فيليه قشر بياض 280. 280 تمام. دي الاسعار اللي بقولتي، بيقولوا عليه 30 و40 سعر 80 جنيه. ده البولتي عامل 80 جنيه. 80 جنيه تمام. يعني اسعار بتاع 35 والكلام ده كله مش موجود. اشاعه. دي اشاعات. جمبري 350، في حاجه عامله 450، في حاجه عامله 500.